السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمان عبد الله وقناة متعة الطبخ. يلا هنعمل مع بعض النهاردة الكرنبيت بطريقة مختلفة جدا. كل اللي ما بيحبش الكرنبيت بعد ما يجربه بالطريقة دي هيحبه خالص. بس قبل ما نبتدي انزلي اعملي لايك وسبسكرايب لو لسه مش مشتركة معايا، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا اول باول، وسيبي كومنت حلو علشان اتشجع واستمر معاكم. يلا علشان نبدأ في الوصفة بتاعتنا. معايا هنا راس كرنبيت، لا هي صغيرة ولا كبيرة، في حجمها متوسط. هنشيل بقى الراس اللي بتبقى الخضرة الكبيرة بتاعتها ديت، ونقطع الوردات بالشكل ده، ونكون غسلينها كويس. هننزل بحلة على النار فيها مية، وننزل فيها بمعلقة صغيرة من الملح ورشة من الكمون، ونغطي عليها ونسيبها لحد ما تغلي. اول ما تغلي هنسقط وردات الكرنبيت فيها، وعايزينها هنا تستوي 3/4 سوا، مش سوا كامل، لاننا لسه هنكمل تسويتها. يعني الشوكة تتغرس كده بس مش بسهولة قوي. يلا عشان نصفيها زي ما انتوا شايفين كده، تكون بتتقطع بس ايه فيها لسه قرشة. هنا هنجيب الكبة بتاعتنا وننزل بقطع الكرنبيت بتاعتنا. هي الكبة نضيفها يا جماعة، بس انا كنت عاملة دقة التوم فيها قبلها. هنفرمها، مش عايزينها تتفرم او تتحول لمعجون، تبقى قطع الكرنبيت بتاعتنا ظاهرة بالشكل ده. هنركنها على جنب بقى ونروح نحضر بقية المكونات. اول حاجة معايا هنا البيض. هنستعمل من بيضتين لتلاتة او 4 بيضات على حسب حجم الكرنبيتة بتاعتك. هنا الكرنبيتة بتاعتي اخدت مني 4 بيضات، يعني انا ضفت بعدها 4 بيضتين كمان. نص كوباية من اللبن، ومعلقتين كبار من الدقيق. هنضيفهم بالتدريج، يعني ممكن ما نحتاجهمش كلهم، او ممكن تزودي كمان. معلقة كبيرة من النشا. النشا هنا هتساعد ان الكرنبيت ما يتلسعش منك بسرعة وياخد السوا بتاعه مظبوط. معلقة كبيرة من الصلصة، وطماطمايه مبشورة. انا بشورها عشان القشر بتاعها مش محتاجينه. وجزرة مبشورة، تقدري تستغني عن الجزرة، هنا اختياري. لو مش عندك برضو ممكن تعملي الكرنبيت من غيرها عادي. ومعلقة كبيرة من الدقة انا حضرتها معاكم في الفيديو اللي فات، اللي لسه ما شافوش يرجع يشوفه تاني. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. ودي كده كل الاضافات بتاعتنا. هنروح بقى للتوابل بتاعتنا. معايا بقى الملح على حسب الرغبة، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من توابل الفراخ المشوية. توابل الفراخ المشوية اختياري، ممكن لو مش عندك ما تضيفيهاش عادي جدا. يلا هنجيب بقى بولة، ننزل أول حاجة فيها بالبيض ونخلطه كده كويس. ننزل عليه بالتوابل ونقلبهم لحد ما يمتزجوا مع بعض. اللبن هنضيف نصه في البداية، وبعدين هنشوف في الآخر لو لسه الخليط بتاعنا محتاج يتخفف هنخفف بيه. معلقة الصلصة، والبصلة والطماطمية المبشورة، والدقة بتاعتنا، والجزر، النشا هنضيفها كلها، انما الدقيق هنضيفه بالتدريج. هنضيف نصه كده في البداية. هنلاقي لسه القوام بتاعنا لسه خفيف كده، هنضيف الباقي. ولو تقل معانا هنرجع نضيف لبن تاني عادي خالص. هدوق بقى هنا الملح واظبطه.
هنضيف شوية لبن كمان. يعني عايزين القوام بتاعنا لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنا هنضيف بقى الكرنبيت، بس الكاميرا فصلت مني. القوام دوت. اخر اضافة معانا عود من الشبت، بيدي تيست حلو مع الكرنبيت، ممكن تستغني عنه عادي. هننزل بقى بطاسة او صينية على النار. النار بتاعتنا تكون عالية في الاول. الصينية بتاعتنا او الطاسة تسخن، وبعدين ننزل فيها بمعلقة كبيرة من الدقيق، معلقة كبيرة من الزيت قصدي. واول ما تسخن هننزل بقى بالكرنبيت بتاعنا كده ونعمله قراص. هنختبره في البداية كده في أول دور، لو لقينا الكرنبيت بتاعنا لسه بيتقطع مننا والأقراص بتاعته مش متماسكة، يعني بتطلعش معاكي قرص كامل كده، يبقى لسه العجينة بتاعتنا قوامها مش مظبوط. هنضيف عليها بيض. يعني أنا بعد ما كنت ضفت بيضتين، ضفت بيضتين زيادة كمان لحد ما الأقراص بتاعتي بقت متماسكة وحلوة. حتة بقى البيض هتضيفيه على حسب الحجم الكرنبيتة عندك، يعني هو الكرنبيت هو اللي هيحكم معاكي كمية البيض اللي هتضيفيها. هنا بعد ما خففت الخليط بتاعي، شايفين بينزل بسهولة كده وبتتفرد لوحدها، ما بحتاجش مجهود ان انا افردها. هو ده القوام المظبوط بتاعها. هنسيبها بقى تاخد تحميرة من الوش الاولاني، هتاخد مننا من دقيقتين ل3 دقايق على حسب سخونية النار. هنا النار بتاعتنا احنا ظبطناها على متوسطة، لا هي هادية قوي ولا عالية قوي، عشان ما يتلسعش مننا، وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت طويل في السوا. هنبدأ نحركها كده بالمعلقة. هنلاقيها بتتحرك مكانها خلاص، يعني يبقى هنقلب بعدها على طول. هقولك بقى تعرفي ازاي ان انت الوقت المناسب ان انت تقلبي. اول ما تلاقي القرص بتاعنا بقى اطرافه بقت فاتحه وعمل الفقاعات دي زي ما انت شايفه كده، يبقى خلاص هنقدر نقلب من غير ما القرص معانا يتقطع مننا او يتبهدل وكده. هنقلب بقى كل الاقراص بتاعتنا عشان تاخد لون من الجنب التاني. هنسيبهم برضو من دقيقتين ل3 دقايق، ممكن ياخدوا منك وقت اقل من الوش الاولاني، لان خلاص تكون الطاسه بتاعتنا او الصينيه سخنت. هنا هنبدأ بقى نقلب كده ونشوف الوش بتاعنا خد لون مظبوط ولا لأ. لو لسه محتاج سوا كمان هنقلبه تاني. وخدي بالك علشان ما يتلهفش منك، لان الكرنبيت من الحاجات اللي بتتحرق بسرعة، يعني خليكي متابعاه على طول. خلاص بقى نبدأ نطلعه. هنبدأ نضيف زيت مرة تانية، يعني ما بين الدور والتاني بتزود الزيت علشان ياخد الكرنبيت معانا تحميرة كويسة. هنكمل بقى بقية الكمية معانا بنفس الطريقة، بس خدي بالك ان الطاسة بتاعتنا بتكون اسخن في الدور التاني، فما تسهيش على الكرنبيت وقلبيه على طول، يعني ممكن ياخد منك دقيقة لدقيقتين بالكتير، وهياخد وش من الوش الاولاني، وهتقلبيه على طول. هنا كده بيكون الشكل النهائي بتاعنا. هنزينه بقى بشوية خضرة كده، وقدموه بقى بالهنا والشفا. وما تنسوش برضو اللايك والسبسكرايب لو لسه مش مشتركة معايا، وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد اول باول، وسيبي كومنت حلو علشان تشجعوني اكمل معاكم. بحبكم.